كل سنة قبل المدرسة بننزل نشتري حاجات كتير جدا، وبنفضل نجيب حاجات تعجبنا ونكتشف بعد كده إن في حاجات كتير منها إحنا أصلا مش محتاجينها. فعشان كده في فيديو النهاردة هقولك إزاي تعملي قائمة مشتريات المدرسة بتاعتك بنفسك، وتحددي كل حاجة محتاجاها قبل ما تنزلي عشان تشتري اللي ناقصك فعلا، وتوفري فلوسك ومترجعيش البيت بحاجات انتي مش محتاجاها أصلا. يلا بينا نبدأ الفيديو، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أول حاجة هنجيب ورقة وقلم وهنبدأ نعمل قائمة المشتريات بتاعتنا، بس مش هنكتب أي حاجة وخلاص. الأول هنشوف احنا محتاجين ايه فعلا. تاني حاجة الكشاكيل والدفاتر. أول حاجة هنحدد عدد الكشاكيل أو الدفاتر اللي هنحتاجها لكل مادة، عشان ما نروحش نشتري عدد كبير وفي الآخر نلاقي إننا مش محتاجينه أصلا. يعني مثلا مادة محتاجة كراسة أو كشكول واحد، مش هنجيب 3 لمجرد إن شكلهم حلو. تالت حاجة الأقلام. بعد كده هنشوف الأقلام اللي محتاجينها ونحدد العدد قبل ما نشتري، مثلا الأقلام الجاف أو الرصاص أو الهايلايتر أو أي نوع المدرسة تطلبه. لو عندك أقلام في البيت ولسه شغالة اكتبي بيها عادي، بس لو العدد ناقص اكتبي العدد اللي انت عايزاه وهاتيه. رابع حاجة الأدوات الهندسية. بعد كده نشوف الأدوات الهندسية اللي هنحتاجها زي المسطرة والمنقلة والمثلث والبرجل، ونشوف الأول ايه الموجود عندنا بدل ما نشتريه من أول وجديد. خامس حاجة الأدوات الصغيرة. زي ايه مثلا الأدوات الصغيرة؟ يعني زي الأستيكة أو البراية وقلم التصحيح أو اللزق أو المقص، ونكتب بس الحاجات اللي ناقصانا. سادس حاجة الملفات. لو محتاجين ملفات أو فولدرات عشان نحافظ على ورق المدرسة، نحدد العدد اللي محتاجينه ونكتب في القائمة. سابع حاجة الشنطة. هنشوف الحاجات اللي بنستخدمها كل يوم في الشنطة، يعني احنا هنجيب الحاجات اللي ناقصانا بس اللي لازم تبقى معانا في الشنطة، زي المقلمة أو إزازة المية اللي هي البوتل أو اللانش بوكس. أو نشوف هل محتاجين فعلا نجيب حاجة جديدة ولا اللي عندنا لسه كويس وتمام عادي. وأهم خطوة قبل ما تنزلوا تشتروا أي حاجة، هتراجعوا القايمة مرة تاني وهنبص في البيت على كل حاجة اللي كتبناها. أي حاجة موجودة لسه كويسة هنشيلها من القايمة عشان ما نشتريش حاجات احنا مش محتاجينها، وبكده لما ننزل نشتري حاجات المدرسة هنكون عارفين بالظبط احنا محتاجين ايه، وكمان هنقدر نوفر فلوس بدل ما نشتري حاجات زيادة على الفاضي. وباي باي، واشوفكم في فيديو جديد، ويا رب الفيديو يكون عجبكم.